بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي البداية ندعو للعروسين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب ربي والحنية تبان في عينيه وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار قاله في ودنه على مشوار، وأنس طفل صغير لكن كان بيأمنوا على الأسرار. خبى السر يا أمحايا مهما تزن النحلايا، وما قالهوش للوردايا والعصفور على الأشجار. الله أكبر سمي وكبر، أمه بتسأل لما تأخر قال لها سر رسول الله، وأنا مش ممكن أقول ولا أقدر. تاتا يخطي العتبة ويكبر وبيتعلم وبيتشطر. يا طالع الشجرة ريق الرسول تمرة، وولادنا يتربوا على حبه بالفطرة. إنسان عظيم الشان أخلاقه من القرآن، وبيقسم اللقمة مع جار قصاده جعان، وبيعفي من ظلمه وبيعطي من حرمه. اوهبنا يا ربي لو ذرة من كرمه، البركة في السكة. سبحانه نجى نوحا من الغرق، ونجى إبراهيم من النار، ونجى يونس من بطن الحوت، ونجى موسى في التابوت، ونجى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بخيوط العنكبوت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آيات كتابه وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه سبحانه وتعالى هداية للناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم:
وسلم: الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد، فأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اجتمعنا في لحظات طيبة مباركة، لحظات ما أعظمها وما أجملها، ألا وهو عقد القرآن. ولو نظرنا إلى الآية القرآنية لوجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فجعل المولى سبحانه وتعالى الزواج آية من آياته، كما جعل كل شيء عظيم آية من آياته. فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته ابتغاؤكم من فضله، كذلك جعل الزواج آية من آياته. فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أي جعل المولى تبارك وتعالى في الزواج السكون، وجعل فيه المودة، وجعل فيه الرحمة. كذلك لو نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدث في كثير من أحاديثه عن الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل إذا ما اختار زوجته لا بد وأن تكون المرأة على تقوى من الله تبارك وتعالى. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كما أن المولى تبارك وتعالى كما أن الرسول قد طلب من الزوجة أن تتخير الزوج الذي هو سيكون سكن لها. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترضون دينه فزوجوه. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الزواج سنة من سننه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب الشباب إلى الزواج لكي لا يقع الإنسان في خطيئة مع الله. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في الشباب جميعا فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اجتمعنا في لحظات طيبة مباركة، لحظات نستمع فيها إلى كتاب الله، والذي قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى في بداية كتابه وفي صدر سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
وقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكثيرا من الآيات التي تبين لنا فضل وعظمة هذا القرآن العظيم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حببنا إلى القرآن ورغبنا إلى القرآن، فبين لنا في الحديث القدسي الجليل عن رب العزة سبحانه وتعالى، والذي يقول فيه: أهل القرآن هم أهلي، من أحبهم أحببته ومن أبغضهم أبغضته. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى به عباقرة الكفر والإلحاد، تحدى به أهل قريش حينما جاء أحدهم لكي يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطونه الملك أو الولد، فاجتزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اسمع ما قد يتلى علي من القرآن. فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ذهب إلى أهله وقال لهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أدناه لمقدر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ريحها مر وطعمها مر. والآن نستمع إلى آيات من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى لقارئ الساحات وقارئ ساحات أولياء الله الصالحين مع الشيخ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفي
تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا شكرا بهوار ما فيش غير واحد اخي ما شاء الله ما شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أنا جايب رزق احنا مش تبع الفرح يا عبد الجاي الله ينور عليك تدينا لك قلق الدين يا ابو بدوي يا بني ديك بلقي زين واحد يا ابو إنها إن تكن مثقال حبة من خردل محمد كمان الله يخليك ويبارك فيك اقبل فرح تكون في صحف أو في السماوات انت شيخ مش عشان الرحمن كان جاي فيهم شيخ وكيل وريس ومهندس والله هي تعرف روح عندها تعرف بس ما تركز إن الله لطيف خبير
ولا تصحر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. خلوا خطيبي كده قبل الناس ما تجي. كلام ما يجي. ليه الخطيبي كده قبل ما حد يجي؟ يا بني من قوم